طبعا بعد الصفقات المدويه اللي عملها نادي الزمالك انا شايفها صفقات قويه جدا لنادي الزمالك. وحلو ان الكابتن معتمد جمال شكرا على الفتره اللي قضاها. وده حلو انك تجيب جهاز بالكامل، جهاز محترف، جهاز مش هيبقى فيه شلاليه، جهاز ما فيش كابتن معتمد يتدخل او ما يتدخل. مع احترامي شكرا لكابتن معتمد جمال، وشكرا للاداره ان بعلاقاتها دلوقتي بقينا نادي الزمالك في علاقات مع فيوتشر، مع انبي، مع جميع الانديه بفضل الله. انك انت توصل للكم الهائل ده من الصفقات، ده حاجه تفرح، ده حاجه تفرح. وبدون بقى بوم وبدون هيصه اعلاميه، ده اجمل ما يميز صفقات نادي الزمالك. انك انت بتصحى بتلاقي نادي الزمالك مخلص، نادي الزمالك قعد وصور ووقع وعمل كل حاجه. وشفنا طبعا البرومو القوي جدا بتاع عبد الله السعيد وناهر منسي، ولسه البرومو بقى طبعا تقديم فرقه كامله. نادي الزمالك جاب فرقه كامله يا جماعه وفي وقت قياسي، والمجلس ده يشكر. لازم نفكر بالعقل. انت كان عندك مبلغ كبير جدا وايقاف القيد، ان المجلس يشيله في وقت قياس زي كده، ده حاجه تتحسب للمجلس بقياده الكابتن حسين لبيب. المجلس كله شغال، كلهم خليه نحل، بيتصرفوا ازاي بيتحركوا، ازاي بيتعاقدوا، ازاي بيقعدوا مع اللعيبه. فده شيء جميل جدا لمجلس نادي الزمالك. وطبعا صفقات قويه جدا، انت جايب فرقه كامله تمثل نادي الزمالك ان شاء الله. فدي حاجه انا شايفها بفضل الله ان شاء الله هتبقى نقله، وان شاء الله نقدر نستفاد باللعيبه دي. ما يبقاش مع العلم ان انا يعني مركز قوي على نص الملعب. انت جايب 6 7 لعيبه نص ملعب وفي منهم اجنحه، لكن كان نفسي يبقى، خصوصا ان انت شايف اصابات الونش، اصابات كبيره بعد 2 صليبي، وربنا يستر. هو دلوقتي مصاب، ممكن تبقى صليبي كمان او حاجه زي كده. وخصوصا ان الونش من اللعيب اللي بيلعب بالصحه شويه، ما بيعرفش يعني دايما نفس الثبات. يعني المفروض في كور يتأنى فيها، كور يقف شويه، كور مش لازم الدخله الجامده دي، عشان هو في الاخر هو اللي بيتصاب، وخصوصا انه مش فت 100%. فنادي الزمالك طبعا بعد الصفقات القويه جدا، هو ياسر حمد 26 سنه، اسامي جامده جدا. طبعا احمد حمدي، طبعا زياد كمال، محمد شحاته، عندك كمان مصطفى اشرف، عبد الله السعيد، اللي انا شايفه هو اللعيبه كلها 26 سنه و24 و19. عبد الله السعيد ضرب شويه 38 سنه، مع ان العلم ان شاء الله هنستفاد بيه. وازاي تستفاد بيه؟ هيديك السنه دي لعيب. عبد الله السعيد عنده خبرات كبيره جدا، وهو بيدور على انه ينهي في نادي جماهيري. يعني خلي بالكم عشان نبقى متفقين، عبد الله السعيد ما جاش، هو يمكن كان نفسنا يجي الكلام ده من 6 7 سنين على الاقل انه يجي نادي الزمالك، لكن عبد الله السعيد كبر، ولما ينهي حياته في نادي الزمالك ده حاجه حلوه له، وهتتكتب له انه لعب في اهلي وزمالك واسماعيلي وبيراميدز، لعب في انديه كبيره ونهى حياته كمان في نادي الزمالك. فده حاجه تضيف لعبد الله السعيد، تضيف له كتير. لكن عبد الله السعيد من الصفقات اللي اقدر اقول عليها السوبر، لكن مع السن شويه، لكن اسم عبد الله السعيد، وان شاء الله هيستفاد بيه نادي الزمالك، انه يبقى صفقه قويه جدا نادي الزمالك. وازاي نادي الزمالك يستفاد بخبرات عبد الله السعيد في الكرات الثابته العرضيه، السرعات. يا جماعه ما عندناش معلم في نص الملعب، ما عندناش لعيب يقدر يعمل كده ولا كده ولا كده، يطلعك ياخدك يمين، يحطك شمال، يرقص، يشوط، فاولات. فعبد الله السعيد وهو لعيب بيشتغل على نفسه كويس جدا. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي بتشتغل على نفسها كويس جدا، فان شاء الله نستفاد بيه الفتره اللي جايه. طبعا على فكره يمكن الاستوديو اللي انتم شايفينه ورا ده الاستوديو اللي بصور بيه دايما. فان شاء الله بحاول اجهز استوديو يكون خاص بنادي الزمالك، عشان انا عندي قناه ثانيه اسمها الملعب 343 بنزل لكم اسمها. دي قناه خاصه بالكره كلها، بالانديه كلها، وحياديه تماما. وانا حتى في قناتي هنا بتكلم بحياديه، يعني اهلي او زمان او قناه ثانيه. القناه اسمها الملعب 343، اشرف انكم تشتركوا فيها. فطبعا نادي الزمالك عمل صفقات قويه جدا. محمد عاطف لعيب كبير، لعيب بيلعب طبعا جناح ايمن. انت لعيب اجنحه، انا اللي عاجبني انك انت بدات تجيب جناح ايمن، وفي لعيبه بتلعب ممكن الشمال ويمين. وشفنا كمان سيف جعفر بعد ما مشي. وطبعا والاهم سيبك بقى نقطه قبل ما نتكلم في سيف جعفر، النادي الزمالك اصبح جاذب وليس طارد. في عصر الاداره السابقه مع المستشار مرتضى منصور، لا، اللعيبه كانت بتطفش، اي حد من اللعيبه كانت بتطفش، خايفين رئيس نادي يفضحهم، رئيس نادي يطلع يسبهم، رئيس نادي يطلع يقول عليهم حشاشين، رئيس نادي يطلع يتكلم عليهم كلام مش حلو، فلا هو ده. فكان الناس اللعيبه بتمشي. حتى امام عاشور لو في المجلس ده ما كانش مشي نهائي، يعني عشان نبقى متفقين. لكن قدر الله ما شاء فعل، وجبنا الاحسن من امام واحسن من 100 اي حد. نادي الزمالك دلوقتي يخوف مع مدرب جديد، مدرب برتغالي، مدرب شخصيه جامده جدا ان شاء الله، وبادارته الفنيه، وانه يقف على القماشه والتشكيل الصح. ده ان شاء الله اللي هيفيد نادي الزمالك الفتره الجايه. نادي الزمالك
جاب ترافيس موتيابا، مهاب ياسر، ناصر ماهر، لعيب كبير كمان ناصر ماهر، اوعى تنسى ناصر ماهر. ناصر ماهر بس المشكله يا جماعه، انت لو اتكلمنا كده عندك احمد حمدي صانع لعب، عندك زياد كمال، عندك بيلعب وسط ملعب برضه، عندك محمد شحاته وسط ملعب، عندك عبد الله السعيد يعتبر صانع لعب في وسط الملعب وممكن يلعب 10. عبد الله السعيد، عندك ناصر ماهر بيلعب كمان وسط الملعب، عندك مهاب ياسر. فانت وموتيابا بيلعب يعني في الجناح، لكن وسيف جعفر نص ملعب. الفكره ازاي توظف اللعيبه دي. ومع احترامي الشديد انا بقى كفايه رؤى كفايه، يعني رؤى كفايه اللي عمله مع نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، المفروض شكرا ويمشي. هو المفروض رؤى نقول له شكرا وبالسلام عشان نبقى احنا مكملين ان شاء الله. فنادي الزمالك حلو ان نادي الزمالك دلوقتي بيتم الصفقات في هدوء شديد جدا، محدش بيعرف، تصحى تلاقي اللعيب متوقع، ده اجمل حاجه. مفيش بقى ضجه، مفيش الكلام ده كله. الله يسامحه اللي طلع وقال صفقه القرن ايام عبد الله السعيد، ولولا لسانه كان اصل لسانه جوه بقه كان زمان عبد الله السعيد موجود معانا من 8 سنين، موجود عبد الله السعيد معانا. لكن الله يسامحه والله يلا خلاص بلاش نتكلم في اللي فات. لكن دلوقتي خلاص معانا فرقه جامده، بس احنا كان نفسنا نركز شويه على قلبي الدفاع، خصوصا الونش والكلام ده كله، باك رايت باك ليفت، ده الاهم. جبنا ياسر حمد ان شاء الله ممكن يفيد ان شاء الله توظيف، لان انا في لعيبه انا كان نفسي تمشي، كان نفسي عمر جابر يمشي. انا واحد من الناس كان نفسي عمر جابر يمشي، كان نفسي رؤى خلاص نخلصه. يعني انت جبت لعيبه كتير جدا، لكن انت برضه عندك بعض اللعيبه المفروض تمشيها. المهم كل التوفيق لنادي الزمالك مع الجهاز الجديد، مع اللعيبه الجديده. احنا بقينا فرقه تقيله، وهنلعب بقى السوبر كده، هنلعب نهائي الكاس قدام الاهلي بقى كده، فرقه حلوه، فرقه ما تخافش، لعيبه تلعب ماتش الاهلي ما تخافش، خصوصا محمد شحاته ده انا شفته قدام الاهلي كان نفسي محمود صابر يا جماعه، انا كان نفسي محمود صابر بصراحه، كان نفسي محمود صابر. ممكن ما تجيبش 3 4 لعيبه من اللي انت جبتهم، بس محمود صابر انا عندي كان يوزن 3 4 لعيبه، وان شاء الله ممكن لسه فيها. سمعنا رمضان صبحي، يا سلام لو جه، يا سلام لو جه رمضان صبحي، يوه تخيل يبقى زيزو في الشمال في اليمين ورمضان صبحي في الشمال وتحتهم عبد الله السعيد، وقدامك بقى اللي انا بقوله هيبقى لعيب كبير والله العظيم. اللي يا جماعه سامسونج اكنولا راس حربه جامد، لما تلاقي بقى حد يلعب له، لكن احنا للاسف دايما كان بينزل اوقات وما بيلعبش بصفه كامله، كان دايما تركيز على زيزو، كان فيه شويه انانيه، كان فيه شويه مش عارف ايه، لكن لا الواد ده لعيب ومحطه ومش اناني. فتخيل بقى يبقى وراك عبد الله السعيد، قدامك سيف اسمه سيف الجزيري او سامسونج اكنولا، معاك طبعا في اليمين زيزو، الشمال رمضان صبحي، ولا ايا كان بقى، خش نص ملعبك ناصر ماهر، عندك ما شاء الله عندك محمد شحاته، لا فرقه تقيله، مع مدافع هينضاف مع ياسر حمد، مع طبعا المسلوسي فتوح، لا فرقه تخوف. نادي الزمالك اصبح فرقه تخوف. كل تمنياتنا للتوفيق لجمهورنا العظيم، جمهور نادي الزمالك، احلى جمهور على ظهر الارض، الجمهور الوافي، الجمهور الراجل، الجمهور اللي بيفهم معنى ايه مكسب وخساره. كل تحياتي. ما تنسوش تشتركوا في قناتي، دعمونا، وفي قناه ثانيه الملعب 343 والملعب، وحاولوا ان شاء الله. واحمد ابن الزملكاوي يسلم على الزملكاويه بسرعه. حتى على احمد، انت بتشجع ايه يا احمد؟ الزمالك. بس هو يطلع بقى قصير، لازم يطلع له كده فوق اهو النجم الكبير احمد. انت بتشجع ايه؟ الزمالك. تمام. قول لهم ايه؟ تقول لهم يشتركوا في ايه؟ يشتركوا في القناه. يلا مع السلامه. يلا قول لهم مع السلامه. يلا مع السلامه. المهم اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. السلام عليكم.